السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. النهاردة فيديو جديد وحلقة جديدة عن مرض جديد برضو موجود في الأيام الحالية ديت، اللي هو فترة ما بين الصيف والشتاء، ودايما حتى من بداية شهر 7 كل الحالات اللي بتحصل ولادات فيها دايما الرضيع بيتعرض لأمراض كتيرة، لأن طبعا درجة الحرارة بتبقى عالية جدا، ودايما طبعا الحوش أو المكان اللي فيه الحظيرة اللي فيها المواشي دايما بتبقى فيها يعني درجة الحرارة بتبقى أعلى بكتير من مرة، طبعا لجل عدم النظافة فيها أو الإهمال في النظافة تحت الحيوانات، فتلاقي العجل الرضيع ده بيصاب بنزلات معوية حادة ومرات بيبقى معاها التهاب رئوي. فاحنا طبعا طالعين من مرض الحمى القلعية، فتبص تلاقي الجنين اتولد شهر 7 وشهر 8، بتلاقي الحيوان الرضيع ينهش كتير، تلاقي حرارته عالية باستمرار، ممكن تقعد أسبوع. ما تخافش من الحالات دي. حالات العجل الرضيع اللي بينهج ده كتير وتلاقي حرارته بتوصل 41، دي عدوى فيروسية. طبعا انت بتتعامل معاها بمخفضات الحرارة، بندي حاجة تهدي الحرارة شوية، بندي حاجة توسع الشعب الهوائية، بنحطه في مكان فيه تيار هواء، لازم تحطه في مكان يعني في مروحة او في تيار هواء، مكان فيه هاوي يعني، وتشيل من تحتيه، تخلي تحتيه نضيف باستمرار، هيرتاح معاك وهيعدي الفترة بتاع الاسبوع ده وتلاقي الحرارة نزلت والامور اتظبطت. انما لو هو مصاحب بنزلات معويه او في اسهالات معويه جامده، ده الحاله بتبقى صعبه شويه، لان انت بتبقى عامل ايه، عايز تعالج حاجتين في وقت واحد. فهنتكلم عن النزلات المعويه واللي بيحصل في النزلات المعويه. طبعا اول ما المربي بيلاقي العجل خد لبن وبص لاقيه حصل اسهال شديد معاه، اطلع اجري على طول، هات كيس بتاع اسهال، هات كيس بتاع اسهال واسقي العجل كيس اسهال. ما ينفعش. احنا مش مهم انك انت توقف الاسهال، هو سهل جدا انك انت توقف الاسهال، لكن انا مش عايزك توقف الاسهال. لا، سيب العجل يسهل ينظف، بس انت عالج صح، قرص مضاد حيوي نضيف مع تعويض للسوائل اللي بيفقدها، لان الجسم الحيوان او العجل الرضيع ده بيفقد كميه سوائل من جسمه كبيره جدا، بيخش في مرحله جفاف لو انت ما تعاملتش معاه صح. فان الفكره مش انك انت توقف الاسهال وتفرح الاسهال وقف، لا، اول خطوه تعملها امنع، خف عنه اللبن، ما تمنعش خالص، لانه لازم يرضع، امال هياكل ايه؟ لازم العجل الرضيع. الفكره طبعا مش ان انا اوقف الاسهال، سهل انك انت توقف الاسهال، بس طبعا ده الاسهال ده فيه ميكروب، كميه ميكروبات رهيبه، تركيز عالي جدا من البكتيريا اللي موجوده في الامعاء، فمش هينفع ان انا اوقف الاسهال على طول، لا، ده انا اسيب الحيوان يسهل عادي واعوضه بمحاليل، سواء كان محاليل شرب او محاليل وريد، وابدا اديه كورس مضاد حيوي مكثف، بحيث ان انا اسيطر على الميكروب وهو يمنع واحده واحده لحد ما يرجع لطبيعته. في نفس الوقت اللي انا بدي فيه علاج اخف فيه اللبن، ما امنعش اللبن، ما ينفعش امنع اللبن، لان الحيوان لازم يتغذى زي ما قلنا. ما ينفعش امنع عنه رضاعه خالص، تمنع عنه رضاعه خالص وروح تدخل على الرضاعه تاني، يرجع للنزله المعويه تاني وتبقى اصعب من الاولانيه. فاحنا هنبدا، طبعا الحيوان اتولد، نظف السره، اغسل السره كويس ونظفها ببتادين او اي مطهر. الحيوان بياخد اول 10 ايام كده تحت امه، سيبه براحته خالص، يرضع براحته، بعد كده وجبه. ده رايي انا الشخصي يعني، في ناس ما بتقتنعش بالكلام ده، في ناس بتسيب الحيوان يقول لك لا سيبه، اوعى تيجي عنده، خليه ياخد اللبن. طبعا انت بتخسر اصلا اللبن، لان الحيوان هو بياخد كفايته، باقي اللبن لما بيقعد في الدار بتاع البقره او الام بيخليها بتحصل ان هي ما بتفرزش لبن كتير، خلاص الربع مليان باستمرار، ما بتجيبش لبن كتير. ففضي اللبن كويس، وجب الحيوان وياخد كفايته، والباقي اللبن اسحبه وشفط اللبن كويس من الضاره بتاع البقره عشان تبدا تحضر لبن جديد. فحالات النزلات المعويه دي حالات خطيره جدا، وبتخلي بتحصل نسبه نفوج عاليه بسبب الاهمال في العلاج. فانت اول ما يحصل حاله بص تلاقي الاسهال بقى زي الميه، لازم تتصل بالدكتور على طول، لازم عشان يتصرف، لان كده محتاج محاليل في الوريد ومحتاج اسعافات بسرعه عشان ما يحصلش نفوج ويحصل خساره
بالنسبه للولادات عندك يعني. هنتكلم دلوقتي على فيديو في حاله شفتها امبارح برضو، حاله نزله معويه في عجل رضيع. هتشوفوا المنظر بتاع العجل بيبقى ازاي، يعني بيعمل ايه، ماشي يترنح مش قادر يقف على رجليه، عينيه دخلت لجوه، دي بدايه علامه الجفاف. طبعا بنعالج له محاليل وبندي له ادويه شرب ومطهرات معويه، وبنركز معاه بمضاد حيوي سبيسيفيك نظيف، وان شاء الله بيعدي بسلام لو انت اتصرفت صح. هنبدا نشوف الحاله مع بعض. ادي ده العجل رضيع. طبعا هو طبعا قاعد 3-4 ايام يسهل، وصاحبه بيديله علاج زي ما بقول لك، وبيتصرف مع نفسه. ما جانيش غير لما بدا العجل، اساسا كان بارك ما كانش قادر يقوم له، لو وقفناه بالعافيه كده احنا. فهو طبعا ايه لازم الواحد يتصرف صح، لازم يتصرف صح، نخف عنه اللبن ونبدا نتعامل معاه صح ونتصل شفتوا العين، شوفوا العين ساقطه لجوه ازاي، دي بدايه الجفاف. حتى هو بيلحس في الطين اصلا لما حصل عنده نقص من لحمه كميه السوائل اللي فجتها من جسمه، بيحصل عنده جفاف والترنح اللي انتم شايفينه ده، هو مش قادر يسند نفسه اصلا، مش قادر يقف على رجليه. فلازم الواحد يتصرف بسرعه، يتصل بالدكتور ويبدا يتعامل معاه التعامل الصح. اول حاجه في الحالات دي لازم تعالج محاليل، لازم يدي محاليل وريد، تدي جلده. هذا اهو عالج محلول وريد، ده ينسن ده او محلول ملح، بنحط عليه الادويه بتاعتنا برضو السبيسيفيك للحالات اللي زي ديت، وان شاء الله بتعدي بسلام. مع اللبن ياخد ربع واحد كفايه عليه، ربع واحد كفايه عليه. وبندي برضو بواكي في محلول جفاف بتاع الاطفال ده بيشتغل عليه، والمطهر المعوي بنكتب له برضو مطهر معوي، ويشتغل اي سوائل تشتغل معاه، اي سوائل دافيه بايه، كمون، ليمون، حاجات اللي هي السوائل الدافيه دي البلدي بتاعتنا دي بتنفع برضو مع العلاج. يا رب نكون افدناكم، ويا رب نكون قدمنا معلومه كويسه، ونشوفكم في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.